Alpha. سوني اعلنت الاسبوع اللي فات عن كاميرتين جداد ال A7C Mark II، ودي ببساطه عباره عن A7 IV في بادي اصغر واخف في الوزن وارخص في السعر وفيها شويه مميزات زياده. وتاني كاميرا هي ال A7C R، ودي كانت اول مره نشوف سوني بتدمج ما بين فئتين، فئه ال C وفئه ال R في كاميرا واحده. والكاميرا دي ببساطه برضو هي عباره عن A7R5 في بادي اصغر واخف في الوزن وارخص في السعر بس بشويه مميزات اقل. وانا كنت قلت في الفيديو اللي فات ان دي حركه صايعه جدا من سوني انها تسيب اليوزر يختار ما بين ال A7C R او ال A7C Mark II، وانا بالنسبه لي كانت ال A7C R مناسبه لاحتياجاتي اكتر عشان السنسور الاكبر هيفرق معايا اكتر في الفوتوغرافي. ولكن لو انت حاسس ان ال A7C II مناسبه ليك اكتر من الكاميرا دي، فمحمود طارق منزل ريفيو في نفس الوقت اللي انا منزل فيه الفيديو ده، تقدر ان انت تروح تتفرج على الريفيو ده عنده، هسيب لك لينك في الديسكربشن علشان لو انت حاسس ان الكاميرا اللي انا بتكلم عنها مش ليك، الكاميرا التانية اكيد هتكون قريبه اكتر اللي انت عايزه. للوهله الاولى كده لما بتشوف الكاميرا دي بسبب اسم الفئه اللي هو سي، بتحس ان الكاميرا دي موجهه للمبتدئين او هي يعني كاميرا فول فريم انتري ليفل، ولكن مش دي الحقيقه خالص، او مش ده اللي انا شايفه في الكاميرا دي بسبب قوه السنسور اللي موجود جوه الكاميرا دي. الكاميرا دي فيها افضل ما توصلت ليه سوني في السنسورز حتى الان، وهو السنسور اللي موجود في الكاميرا الفلاج شيب بتاعتها ال A7R5. سنسور بيجي ب 61 ميجا بكسل من العظمه، 15 ستوب دايناميك رينج، مع اقوى فوكس سيستم انا شفته في اي كاميرا حتى وقت تصوير الفيديو ده. وكمان فيها الاي اي يونت اللي بتخلي الكاميرا اذكى بكتير في التعامل مع الفوكس على الاجسام، لو كان مثلا الشخص ماشي بظهره او لو عينيه مش باينه، يعني بقت اذكى في التعامل مع الاجسام دي، وتقدر تعرف على انواع مختلفه من الاجسام، بقى حيوانات وطيور وحشرات وعربيات وموتوسيكلات وقطوره وبني ادمين طبعا، يعني كل الكلام ده بقت الكاميرا ذكيه قوي في التعامل معاه. فباختصار كده ما ينفعش يكون عندي كل المواصفات دي واصنف الكاميرا دي للمبتدئين. عايز اقول لك لو انت فاكر ان 61 ميجا بكسل موجوده في السنسور ده كتير، وانا بقلب في الكاميرا كده اكتشفت فيتشر اسمه بيكسل شيفت شوتنج، واللي بيحصل ان السنسور وهو جوه الكاميرا بيتحرك 16 حركه كده، بيصور بيهم 16 صوره بجوده اعلى من اللي السنسور اصلا بيقدمها، ويدمج لك الصور دي مع بعض ويطلع لك فايل الجوده بتاعته 241 ميجا بكسل. بس طبعا لازم الكاميرا بتاعتك تكون على ترايبود وانت بتصور علشان اي هزه هتبوظ لك الاكسبوجر ده. وكمان الكاميرا بقت ذكيه قوي في التعامل مع ال 16 اكسبوجر ده، فما بقتش تطلع البني ادمين شكلهم غلط او الحركه بتاعت الاشجار ان بيحصل حاجه اسمها جوستنج كده، الكلام ده مش موجود في السنسور ده. السنسور بقى اللي بيتحرك ده بيتحرك علشان في حاجه اسمها ايبس او ان بودي ايمج ستابلايزيشن، واللي موجود في الكاميرا دي هو تاني واحد بعد ال A7R5. وال A7R5 هي فيها احسن مثبت صوره انا شفته في اي كاميرا لحد دلوقتي، بيوصل ل 8 ستوبس، ولكن في الكاميرا ال A7CR اقل بستوب واحده بس، فانت تقريبا مش هتاخد بالك من الفرق ده. وهنا التثبيت بيوصل لحد 7 ستوبس، فتتوقع من الكاميرا دي نظام ثبات ممتاز جدا. عايز اقول لك ان الكاميرا دي صورت بيها 3 شوتس للمبنى وانا بصور، ما كانش ينفع استخدم ترايبود، فخدت ال3 شوتس علشان اعمل بيهم صوره HDR، وكانت الكاميرا هاند هيلد والصور طلعت شارب جدا، وقدرت ان انا احط ال3 فوق بعض من غير ما احتاج ان انا اعمل لهم اوتو الاين ولا حاجه، فده دليل على ان السيستم اللي هنا ممتاز. كمان لو انت بتقارن بقى ما بين التثبيت اللي موجود في ال A7CR وما بين اللي موجود في ال A7C Mark II، فاللي في ال A7C Mark II 5 ستوبس بس، ولكن اللي موجود هنا 7 ستوبس، ففي افضليه لل A7CR عن ال A7C2. الجريب بتاعت الكاميرا اتحسنت بشكل ملحوظ، بقت احسن من اللي موجوده في الجيل الاولاني، وكمان نازل مع الكاميرا دي جريب اكستنشن تقدر ان انت تركبها تحت، وهي بتركب على ال A7CR وبتركب على ال A7C Mark II. لو انت بتحب ان انت يعني في جزء يبقى مكمل تحت كده تسند في ايدك، ده يفرق كتير مع الفوتوغرافرز اللي بيقعدوا يصوروا لفتره طويله. كمان من الحاجات اللي عجبتني قوي في الكاميرا هي الكاستم بوتنز اللي بقت موجوده فيها. بقى في عندك كاستم بوتن 1 اللي جنب المنيو ده، تقدر ان انت تماب الزرار ده لاي اختصار انت عايزه، وكمان الزرار بتاع الديليت اللي تحت ده هو الكاستم 2، تقدر برضو ان انت تعمل له مابنج لاختصار تاني. لو احنا بنتكلم بقى على البادي، فالملحوظ قوي هو مكان الفيو فايندر، ان هو متطرف قوي ناحيه الشمال كده، حجمه صغير. ده من اكتر الحاجات اللي ما حبيتهاش بصراحه في الكاميرا، لان كمان الجوده بتاعت الفيو فايندر الموجوده هنا هي تقريبا مطابقه للي كانت موجوده في الجيل اللي فات ال A7C الاولانيه، فما فيش ابجريد في الجوده بتاعت الفيو فايندر، وكمان مكانه صعب وحجمه صغير، فبحس ان هو مش يوزبل قوي بالنسبه للناس الفوتوغرافرز اللي بيحبوا يحطوا الكاميرا على عينيهم. بس لما تقعد تفكر فيها كده، هو منطقي ان هو يكات كورنرز شويه في الديزاين ويلتزم بالديزاين بتاع الاي 7 سي، لان هو لو غير المكان بتاع الفيو فايندر هيبقى عمل لك A7R5
جديده وده مش منطقي. كمان من الحاجات اللي مش شايف فيها تطور كبير هو الريزولوشن بتاع الشاشه والحجم بتاع الشاشه. يعني هو تقريبا برضو مطابق للي موجود في ال A7C، ولكن ريزولوشن اعلى بحاجه بسيطه قوي مش ملحوظه بالنسبه لك، ولكن مش شاشه زي اللي احنا بنشوفها في ال A7R5 مثلا، مش الجوده العاليه، مش الحاجات دي كلها. ولكن اللي بيعوض الموضوع ده هو ان المنيو سيستم الجديد موجود في الكاميرا دي، والتاتش شغال في كل انحاء الكاميرا، وكمان موضوع السوايبس اللي بتخليك توصل لاعدادات اسرع برضو موجود في الكاميرا دي، فده اهم بالنسبه لي بكتير من الريزولوشن بتاع الشاشه. كمان البادي اتضاف فيه زرار تقدر تنقل فيه ما بين الوضع بتاع الفيديو والفوتوغرافي والاس ان كيو بطريقه سهله جدا. والكاميرا هنا بتصور 8 فريمز بير سكند على الميكانيكال شاتر، وده رقم حلو جدا نظرا لان الاي 7 ار 5 بتصور 10 فريمز بير سكند بالميكانيكال شاتر، فهي فرق 2 فريمز بس. وكمان ال 8 فريمز دول تقدر ان انت تستخدم فيهم الاوتو فوكس بتاعك بالكامل مع التراكنج مع كل حاجه، فبتاخد تجربه تصوير متتابع ممتازه في الكاميرا دي. لو اتكلمنا على النظام بتاع الاوتو فوكس فيعني خلاص بقى مش محتاج ان انا اتكلم عنه، لان هو خلاص يعني فكره انك تطلع صوره اوتو فوكس بالكاميرا فهي مش مشكله الكاميرا، هي مشكلتك انت، لان هي بتتراك كل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي، بتقدر تعرف على كل البني ادمين والحشرات والحيوانات والكلام ده كله، وكمان اكيوريت جدا وسريعه جدا. وكمان بتقدر ان انت لو بتتكلم بظهرك او حد بيمشي او حد بيتحرك وشه مش باين، برضو بتبقى عن طريق الاي اي يونت الكاميرا بتقدر تميز ان ده بني ادم وان ده جسم بني ادم، فبتبقى عارفه تستنى لما يلف هتعمل تراكنج على عينه في ساعتها على طول، فممتازه. من الملاحظات برضو اللي انت لازم تبقى عارفها ان الكاميرا بتيجي بسلوت لميموري كارد واحده بس، وده مختلف عن اللي شفناه في الاي 7 4 او اللي احنا بنشوفه في الاي 7 ار 5. يعني ممكن تضايق الناس اللي هي بتبقى عايزه يبقى عندها باك اب للميموري كارد في ساعتها، ولكن برضو ده منطقي نظرا لان الكاميرا في الفئه بتاعه السي بالحجم الصغير، فمش هيحط لك فول سايز اتش دي ام اي اللي هو مش موجود في الكاميرا دي، ومش هيحط لك برضو 2 ميموري كاردز هياخدوا مكان كبير. الكاميرا دي بقى جات لي في وقتها لان انا كنت عايز اخش اجرب يعني نوع تصوير مختلف عن اللي انا بعمله في العادي، وهو تصوير الريل استيت او الاركتكتشر او الانتيريور يعني زي ما تسموه، ولكن انت بتصور حاجه بقى ثابته بشكل ثابت كده، ومحتاج ميجا بيكسلز كتير عشان تقدر تكروب وتظبط الكادر بتاعك زي ما انت عايز وتاخد ريزولوشن حلو في الصور بتاعتك. وحظي الحلو برضو ان الكاميرا دي طلع معاها ال 1635 الجي ام 2 الجديده، عدسه خرافيه بصراحه، فجربت ان انا اصور بيهم شويه وطلعت صور بصراحه عجبتني جدا. لسه انا مش بروفيشنال في الموضوع قوي، ولكن الباكج بتاعه الاي 7 سي ار حاسس انها هتستهوي النوع ده من المصورين، الناس اللي بتصور لاندسكيب، الناس اللي بتصور اركتكتشر، الناس بتصور انتيريور ريل استيت، الحاجات اللي هي كلها حاجات ثابته محتاج فيها ريزولوشن عالي، وكمان حجم الكاميرا مش كبير وتقدر ان انت تنقل بيه بسهوله. حاسس انها تبقى مناسبه قوي للفئه دي من غير ما يحتاجوا يروحوا للاي 7 ار 5 الاكبر في الحجم والاتقل ويعني اغلى طبعا. كمان انا خدت الكاميرا وقلت اروح اتمشى كده شويه عند ميوزيوم اوف ذا فيوتشر او متحف المستقبل موجود في دبي، صراحه مكان خرافي ويطلع منه صور حلوه جدا، فخدت كام صوره عجبوني جدا وعايز اوريكم برضو الديتيلز اللي موجوده في الصور، وان انا قد ايه اقدر اعمل كروب. يعني حد من ال 61 ميجا بكسل دي اقدر اخد منها صورتين ثلاثه بكروبات مختلفه من غير ما الجوده بتاعتي تبوظ، واقدر استخدمها اونلاين وبرده ما حدش هيقول لي ان الصوره جودتها وحشه. طبعا انا مركز في الريفيو ده على الفوتوغرافي اكتر، لان السنسور ده موجه اكتر ناحيه مصورين فوتوغرافيا ومصورين فيديو مش بيحتاجوا العدد ده من الميجا بكسلز، ولكن ما زالت برضو الكاميرا دي قويه جدا في الحته بتاعه الفيديو. انا بصور دلوقتي بالاي 7 سي مارك 2، وتجربه الفيديو اللي موجوده في الكاميرا دي هي تقريبا نفس الكواليتي اللي انت شايفها دلوقتي تقدر تطلعها من الاي 7 سي ار. وكمان الاي 7 سي مارك 2 والاي 7 سي ار الاثنين تتوقع ان هم يبقوا شارب قوي بسبب الاوفر سامبلينج اللي بيحصل في الاي 7 سي 2 من ال 7K وهنا بيحصل من ال 6.2K. الخلاصه زي ما قلت لكم الكاميرا دي مش انتري ليفل، الكاميرا دي بتقدم اعلى جوده ممكنه من سوني حتى الان، واللي موجوده في اغلى كاميراتها تقريبا وهي الاي 7 R5 مع شويه تنازلات انا في رايي الشخصي شايفها بسيطه قصاد اللي الباكج اللي موجوده في الكاميرا دي بتقدمه. فرق الستوب الواحده في الايبس، فرق ان فيها ميموري كارد واحده، فرق الشاشه وفرق الفيو فايندر، ما فيهاش فول سايز اتش دي ام اي، كل الحاجات دي قصاد ان انت واخد اهم حاجتين في الاي 7 ار 5 زي السنسور 61 ميجا بكسل وزي الاوتو فوكس سيستم والاي اي يونت اللي موجوده. الحاجتين دول هم دول بالنسبه لي الديل بريكر. وكمان الايبس اللي هو 7 ستوبس مقارنه ب 8 ستوبس، واخد كل الحاجات المهمه، ويعني هم مقللين في الحاجات اللي مش هتفرق بشكل مباشر في جوده الصوره او الفيديو اللي انت هتطلعه. ولو احنا هنتكلم على الفيديو، فالفرق ما بين الكاميرا دي وما بين الاي 7 ار 5
هو ان الاي 7 ار 5 بتصور 8K اللي تقريبا معظمنا ما بيحتاجوش او ما بيصورش بيه، ولكن تجربه التصوير بالاي 7 ار 5 على ال 4K هي تقريبا مطابقه للي بتحصل في الاي 7 سي ار. لو انت بتصور 4K انت تقريبا لو دفعت فلوس اكتر في الاي 7 ار 5 مش هتاخد حاجه خالص زياده في الفيديو لو ما بتصورش 8K. وعشان الفروقات ما بينهم مش كبيره ففرق السعر ما بين الاي 7 سي ار وما بين الاي 7 ار 5 مش كبير برضو. الفرق ما بينهم ان الكاميرا دي ارخص ب $900. فلو انت مصور مهتم بالحته بتاعت الفوتوغرافي عايز تاخد اعلى حاجه وصلت لها سوني وفي نفس الوقت يتبقى معاك شويه فلوس تقدر تشتري بيها عدسه، تقدر تشتري بيها اضاءه، تقدر تشتري بيها اي حاجه تانية، او لو انت مش محتاج المميزات الزياده اللي موجوده في الاي 7 ار 5 فالكاميرا دي هتلبي لك كل الطلبات دي وهتديك جوده عاليه جدا. في الاخر الشخص اللي بيتفرج مش هيقدر يميز ان الكاميرا دي كانت اي 7 ار 5 هي اللي مصوراها او الكاميرا الاي 7 سي ار هي اللي مصوراها، وده المهم. معلش بقى كده علشان وانا قاعد بمنتج حسيت ان انا ممكن اوصل لك فكره غلط ان الكاميرا دي احسن من الاي 7 ار 5 او ان مش منطقي تشتري اي 7 ار 5 لو الكاميرا دي موجوده. الاي 7 ار 5 ما زالت هي الاختيار الاحسن للمحترفين بفكره ان فيها فول سايز اتش دي ام اي، فكره الشاشه وفكره الفيو فايندر. ممكن واحد يبقى بيصور الصبح وفكره ان هو يبص على السكرين مش مساعداه ابدا ان هو يصور فمحتاج فيو فايندر يقدر يعتمد عليه. الكلام ده مش تقدر تاخده في الاي 7 سي ار. وحتى لو معظم الناس ما بتستخدمش تصوير ال 8K ممكن ال 8K ده يكون مخصص لفئة معينة من المحترفين وهيعتمدوا عليه في الكاميرا بتاعتهم، فده برضو مش هيقدر ياخده في الاي 7 سي ار. فكرة الانجلز اللي موجودة في الاي 7 ار 5 ان انت تقدر تغير السكرين في اتجاهات مختلفة مش موجودة في اي كاميرا تانية، ممكن تساعد حد بيصور في زوايا مختلفة عن العادي، فبرضو هتبقى الاي 7 ار 5 بالنسبة له اختيار احسن. بس اللي انا عايز اقوله ان مثلا لو انت مصور عندك اي 7 ار 5 ومحتاج بيه كام كاميرا تانية تبقى بتصور بيها ومش عايز تدفع رقم كبير زي اللي انت دفعته في الاي 7 ار 5 وفي نفس الوقت تاخد نفس الجوده، فساعتها الاي 7 سي ار هتكون اختيار كويس جدا لحد بيدور على حاجه زي دي. ولو انت مش فارق معاك كل المميزات دي ولكن بتدور على حاجه تديك جوده عاليه بس في نفس الوقت يبقى حجمها صغير، فالكاميرا دي برضو هتكون مناسبه ليك لان وزنها 525 جرام وده اخف ب 200 جرام من الاي 7 ار 5. في رايي هتفضل الكاميرا دي ممتازه للناس اللي عايزه تسافر وعايزه حاجه خفيفه معاها وفي نفس الوقت تفضل محافظه على اعلى جوده ممكن تطلعها. الهايبريد شوترز اللي بيصوروا فوتوغرافي وفيديوغرافي ولكن مايلين اكتر للحته بتاعت الفوتوغرافي الكاميرا دي برضو هتكون مناسبه ليهم اكتر. بس برضو عايز اقول لك ان انا ما زلت معجب بفكره ان انت الباكجز اللي موجوده في اللاين بتاع سوني ما بقتش اكسكلوسيف. مش لازم تصرف فلوس كتير قوي علشان تاخد اعلى حاجه موجوده من سوني. هتلاقي ان كل الفيتشرز اللي موجوده في سوني متوزعه على الكاميرات بتاعتها، دي ناقصه حاجه دي زياده حاجه، ولكن في الاول وفي الاخر بقى عندك فرايتيز كتير قوي تقدر ان انت تختار منهم وتختارها كانك بتفصل الكاميرا دي للاحتياجات بتاعتك بالظبط. بس كده حابب اعرف رايكم في الكاميرا دي ولو انتوا شايفين ان هي كاميرا مكانها مناسب فعلا ولا ما بتشكلش اي فرق بالنسبه لك. والكاميرا دي اعتقد انها هتفضل معايا شويه وقت كده، فلو حابين ان انا اجربها في تصوير حاجه معينه اعتقد ان احنا بعد الفيديو ده هيبقى معانا اسبوع ولا اسبوع وشويه كده نقدر نقعد نلعب بيهم شويه بالكاميرا دي وابقى انزل الصور على انستجرام. اشوفكم في فيديوهات تانية.